كاين كلمة مجرد ما تتقال يتبدل الجو تاع الدار كامل. يمكن راه عندك سحر. الوجوه تتبدل، الحس ينقص، تولي بزاف أسئلة تطرح. علاش بنتكم ما تزوجتش؟ السحر. علاه المشروع فشل؟ السحر. علاه راجلها تبدل؟ السحر. علاه المرض طول؟ السحر. علاه الرزق حبس؟ أكيد سحر. الحاجة الغريبة ماشي في الكلمة، الحاجة الغريبة ولات أول تفسير قبل حتى ما نحاولوا نفهموا واش صرا. أهلا وسهلا بنوارة القناة، ويا ميت مرحبا بحراير بلادي، الفحلات الشاطرات من الشرق للغرب ومن الشمال للصحراء. اليوم جيت وجبت لكم معايا طاقة كبيرة. يلا حباباتي معا ننجح. اليوم ما جيتش نقول لكم باللي السحر ما كانش، حاشا ولله. ربي سبحانه ذكره في القرآن، والرسول عليه الصلاة والسلام خبرنا به. مالا وجود السحر ما فيه حتى نقاش. بصح السؤال الحقيقي هو: هل كل باب يتبلع في وجوهنا يكون سببه السحر؟ ولا مرات الحقيقة تكون صعيبة خاطرش تحملنا مسؤولية حياتنا؟ اليوم راح نفتح هذا الملف ونحكو فيه بهدوء، بعقل، بلا تهويل وبلا إنكار. الحاجة الأولى اللي نحكو فيها: الإنسان كي يتوجع يبحث عن أي تفسير. تخيل معايا مرة خدامة لاباس عليها، حلمها الوحيد تفتح مشروع صغير. لمدت الدراهم، دارت الفكرة، بدات. بعد شهر المشروع فشل. ترجع للدار وهي محطمة. في الليل تقولها صاحبتها: أكيد راهم دارولك سحر. الكلمة خفيفة بصح دخلت نيشان للقلب. غدوة من داك سمعتها عاود من جارتها، بعد ايامات سمعتها من مرأة واحدة أخرى، حتى اقتنعت باللي سبب الفشل ماشي قراراتها، ماشي المنافسة، ماشي نقص الخبرة، السبب هو السحر. ومن هذيك المرة ما عاودتش حاولت، على خاطرش آمنت باللي أي محاولة جديدة راح تفشل حتى قبل ما تبدأ. تاني حاجة نحكو فيها: العقل يبغي يلقى أي جواب. تعرفوا علاش الإنسان في السعي يأمن؟ لأن العقل يكره كلمة ما نعرفش. كي تصرى مصيبة العقل يجري يحوس على السبة. مرات يلقى أسهل تفسير، هذاك أسهل من أنك تواجه روحك، هو أنك تبحث عن سبب خارج عليك. إذا قلت أنا قصرت راح تتوجع، إذا قلت أنا غلط راح تضطر تتغير، إذا قلت هذا سحر أكيد راح ترتاح ولو مؤقتا، على خاطرش حولت المسؤولية لحاجة ما تقدرش تواجهها. هنا يبدأ الخطر. ثالث حاجة نحكو فيها: الحقيقة اللي قليل يهضروا عليها. خليني نسقسيك سؤال: إذا واحد ما يراجعش أخطائه وكل مرة يقول راه السحر راه السحر راه السحر، كيفاش راح يتطور؟ وإذا وحدة ما تتعلمش وكل مرة تفسر الفشل بالسحر، كيفاش مشروعها ينجح؟ وإذا زوجين ما حاولوش يحلوا مشاكلهم مع بعض وكل مرة يقولوا راه سحر، كيفاش حياتهم تتحسن؟ هنا لازم نفرقوا بين الإيمان بوجود السحر وبين استعمال السحر كمفتاح يفسر كل شيء. الإيمان شيء، وتعليق كل حياتك على سبب واحد شيء آخر. نكمل الموضوع في جزء تاني إن شاء الله. إلا وصلتي هنا ديري جام وأبوني القناة، وستنينا في الجزء الثاني. وما تنسيش غاليتي، نجاحي يبدأ من بيتي. دمتم بنفس مطمئن. سلام.